السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم ستاد بدارجة، القناة اللي كتقربكم من الأوراش الرياضية في بلادنا، وتتنقي لكم الأخبار من قلب الحدث بلغة مفهومة وبأسلوب ديالنا حنا. إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة، ما تنساش دير أبوني وتفعل الجرس، حيت معانا غادي تشوف الجديد قبل من أي حد وبمصداقية واحترافية. في هاد الحلقة غادي نديوكم الملعب البريد في مدينة الرباط فين كيتواصلوا الأشغال، وخاصة في المرحلة ديال تركيب القطع الفولاذية الضخمة اللي غادي تكون هي السقف الجديد للملعب. خدمة دقيقة ومحينة كتستعمل فيها رافعات كبار وتقنيين محترفين كيركبوا كل قطعة بالحبل وكيحطوها في بلاصتها بالسنتيمتر، حيث السلامة والجودة فوق كل شيء. المسؤولين خدامين بثبات وما كيخليوش حتى حاجة للصدفة، وهذا الشيء بطبيعة الحال غادي ياخد وقت، لكن الهدف هو يخرج المشروع في المستوى اللي كيليق بمدينة الرباط والجمهور المغربي. وكانت هذه لمحة سريعة من قلب الورش، مازال غادي نرجعوا لكم بجديد في الحلقات الجاية. وما تنساوش تخليوا لنا رأيكم في التعاليق، شنو رأيكم في هذه الأشغال؟ واش كتشوفوها غادي تعطي ملعب بمواصفات عالمية؟ وما تنساوش تشتركوا في القناة ستاد وتبقوا معنا، حيث القادم أحسن وأروع إن شاء الله. نشوفوكم في فيديو جديد، وديما مغرب بسلامة. مرحبا بكم معنا اليوم. غادي نهضروا شوية على واحد المصدر اللي كيعطينا فكرة على فين وصلت الخدمة في واحد الورش مهم في الرباط. كتهضري على الملعب البريد الجديد ياك؟ هو هذاك المصدر ديالنا، واحد الفيديو قصير من قناة ستاد، كتعرفيها ديما كيتبعوا هاد الأوراش الرياضية في المغرب. كنعرفها، وكيهضروا بالدارجة، هادشي مزيان، كيوصل المعلومة نيشان. بالضبط. مهم الفيديو كيركز بزاف على الخدمة اللي كاينة دابا في السقف ديال الملعب. السقف، القضية ديال دوك البياسات الكبار ديال الحديد اللي كيركبوا دابا. تماما. فاش كتشوفي كيفاش كيهضروا على طريقة التركاب كتبان شي حاجة زعما معقدة ودقيقة بزاف. بصح، وهادشي اللي عجبني أنا في الفيديو هو التركيز على هاد الدقة، ماشي غير كيركبوا صافي. كيفاش؟ يعني المصدر كيشرح كيفاش كيخدموا برافعات كبار، زعما من داكشي اللي كيبهر، وكاينين تقنيين متخصصين ماشي أي واحد. وهذا الشيء ضروري في مشروع بحال هذا. وكيأكدوا، وهذه نقطة مهمة، أن كل قطعة، كل بياسة حديد كتركب في بلاصتها، فهمتي، بالسنتيمتر. بالسنتيمتر. يا سلام، وهذه بوحدها كتبين ليك المستوى ديال الخدمة. تماما، ماشي غير تفصيل تقني، هذا راه كيعكس واحد الفلسفة، واحد العقلية ديال المشروع كامل. عقلية؟ كيفاش زعما؟ يعني أن الأولوية عندهم فوق كل شيء هي السلامة والجودة. هذه هي الفكرة، راه ماشي اللعب هذا. بصح راه أرواح الناس هذيك اللي غادي تكون تما. المصدر استعمل واحد الجملة قوية، قال لك السلامة والجودة فوق كل شيء، يعني هاد الناس اللي خدامين واعين بالمسؤولية. عندك الحق. وفاش كتفكر فيها، سقف بهاد الكبر، بهاد الثقل، فوق مدرجات غادي يعمروا بالآلاف، ضروري من هاد الدقة وهاد الحرص. داكشي اللي كاين. والمصدر كيزيد يأكد على هاد الجدية فاش كيقول بحال قلتي ما كيخليوش حتى حاجة للصدفة، كل شيء مدروس ومحسوب. وهذا الشيء هو اللي كيخلينا نشوفوا الصورة الكبيرة شوية. هاد الدقة في التفاصيل، هاد القضية ديال السنتيمتر كتبين أن الطموح ماشي غير نبنيو ملعب. لا، شنو الطموح إذن؟ الطموح هو نوصلوا لواحد النيفو، واحد المستوى ديال الجودة اللي زعما يقدر يتسمى عالمي. يمكن هادشي علاش في آخر الفيديو كيسولوا الناس، الجمهور، على رأيهم في المستوى اللي خاص يكون عليه الملعب. فهمتك. دابا يعني كاين واحد الرغبة نوصلوا لمعايير دولية، نبنيو شي حاجة اللي نفتخروا بها. بصح تماما، بنية تحتية رياضية اللي تليق بالمغرب ديال اليوم وتطلعاته. ولكن أكيد هاد الدقة وهاد الجودة كيطلبوا الوقت، ياك؟ واش المصدر هضر على المدة الزمنية؟ لا، ما تدخلش في تفاصيل ديال الوقت بالضبط لهذه المرحلة ديال السقف، ولكن الفكرة اللي كتوصل هي أنهم غاديين بالخطوات الصحيحة، الدقة والجودة أولا. يعني وخا يطلب الوقت، المهم النتيجة تكون مزيانة. بالضبط. الهدف هو يتسلم واحد الملعب اللي كيف قالوا يليق بالعاصمة ويليق بالجمهور المغربي، مرفق رياضي مصوب على حقه وطريقه. إذا الخلاصة اللي نقدروا نخرجوا بها من هذا الفيديو، من هذه النظرة الخاطفة، هي أن الخدمة في ملعب البريد خصوصا في السقف غادية بواحد الشكل اللي فيه الدقة هي المفتاح، والجودة هي الهدف. كاين واحد الجهد كبير باش تخرج لينا منشأة رياضية بمستوى عالي. هادشي اللي كاين.
ولكن هادشي كيخلينا نفكروا في واحد الحاجة أخرى من بعد هاد اللقطة اللي شفناها. المصدر ركز بزاف على الحديد والتركاب والدقة، يعني الجانب التقني بزاف. إيه بصح. السؤال اللي كيبقى هو، واخا يكون عندك أحسن بناء وأحسن هيكل، شنو هي الحوايج الأخرى اللي بصح كتخلي التجربة ديال المشجع في داك الملعب تكون تجربة عالمية، ماشي غير البنيان؟ نقطة مهمة هذه للتفكير. يعني شنو اللي كيخليه يحس براسو في واحد الفضاء متكامل؟ تماما. شنو العناصر اللي كتكملها التجربة؟ الولوجيات، الراحة، الأجواء، الخدمات. هادشي كامل. هذه فكرة تستحق نتأملوا فيها شوية.